السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات كريمة with كوكي. رجعت لكم بفيديو جديد اليوم، فيديو مختلف عن باقي الفيديوهات. بغيت نشارك معكم قناتي جديدة، قناتي الثانية، قناة القصص كريمة ستوريز. فيها قصص واقعية، قصص تراثية، قصص جزائرية، قصص فيها عبرة وحكمة، وغادي نضيف فيها قصص أساطير متنوعة، قصص رعب، وبعض القصص من تأليفي. نتمنى تدخلوا ليها. هذه هي القناة كريمة ستوريز. كنت نزلت فيها، ماهيش هذه القناة جديدة طبعا، ماهيش في بزاف من اللي فتحتها. راني وضعت فيها بعض القصص اللي يبغي القصص، ومن محبي القصص اللي بغى يدخل ليها ويشوف بعض القصص فيها ويكتب لي تعليقات اي نوع قصص يبغيها باش نخدم عليها، سواء كانت قصص رعب او اساطير او قصص واقعية، اي نوع قصص او قصص معبرة. كما راكم تشوفوا مانيش منزله فيها قصص بزاف، اني منزله فيها قصص تراثيه، من بينها قصص بقرة اليتامى، قصه لون جابت الغوله. وكنت بديت ننزل في قصص الواقعيه كما هذه، قصص بعنوان صاحبة ماما سحاره، وهذه قصة أميرة مع خطها الأنانية. هذه قصص واقعية هادو اثنين. وراني واضعة قصة معبرة، قصة فيها حكمة وعبرة من بعض القصص العربية. راني وضعتها عرض أول، مازال ما يتنشر، غادي يتنشر من بعد. وكان هذا هو فيديو اليوم. نتمنى تشاركوني رأيكم، نتمنى تدخلوا القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي فيها، وتكتبوا لي رأيكم في القناة ولا القصص، وتكتبوا لي التعاليق على القصص ونوع القصص. وأي واحد عنده قصة معينة بغى يكتبها لي، راني تدخلوا هنايا، تدخلوا في كما راكم تشوفوا في قناتي هنا. كي تدخلوا تلقوا الرابط نتاع الفيسبوك. هذه صفحتي نتاع الفيسبوك الخاصة بالقصص، اسمها كما القناة، اسمها كريمة ستوريز، خاصة بالقصص. اللي عنده اي قصة يتواصل معايا في الفيسبوك، يكتب لي قصته او قصة عنده يكتبها لي في الرسالة في صفحة الفيسبوك الخاصة بالقصص، سموها كريمة ستوريز. نفس الشيء تدخلوا في هذا الرابط وتلقوا الصفحة. وهذا كان فيديو لليوم. شكرا، دمتم في رعاية الله وحفظه.